السلام عليكم. تعالوا نجرب مع بعض بقى اكلات التوفير ونعمل مع بعض بديل الرز البسمتي بطريقة سهلة وبسيطة. بيتقدم مع المشويات، بيتقدم مع سلطة، بيتقدم مع بطاطس، في جميع انواع الاكلات هينفع معاها جدا. هنجيب سمنة على زيت وهنحط نص كيس كده من لسان العصفور، او كيس، على حسب افراد الاسرة عندكم. هنمسك بقى لسان العصفور ده، نمسكه نحمره كويس جدا جدا جدا. وبعد بقى ما نحمره يوصل للون الذهبي بتاعه، هنضيف عليه بصلة وهنحط عليه توابل الكبسة العادي. هنحط عليه بهارات الكبسة، اللي هي ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا وجنزبيل وقرفة خشب، ولومن وكل الحاجات بتاعة الكبسة. هنحطها في البديل الرز البسمتي بتاعنا ده. عايزة اقول لكم انه بيرمي كمية حلوة جدا جدا جدا. وبعد بقى ما يحمر هنبدأ نحط عليه المية المغلية ونسيبه لغاية ما يستوي خالص. وكده يبقى بطريقة سهلة وبسيطة. اول ما يبقى ذهبي برضو كده هنحط عليه بصلاية كده صغيرة اهي، وقرن فلفل كده ومكعب مرقة، عشان خاطر يطعمه كده ويبقى حلو قوي. او زي ما انتم شايفين. هنبدأ بقى نحمر بقى في الرز بتاعنا كده لغاية ما يكمل تحمير، والبصلة كمان تدبل وتحمر معايا. انا محبتش ان انا اتبل البصلة من الاول عشان ما تتغمقش معاكي وتديكي مرارة مش حلوة كده في الرز. هنقلب بقى زي ما احنا شايفين كده اهو. وبعد كده نقوم رايحين حاطين شوية فلفل وشوية ملح. اللهم صل على النبي، صليتوا بنا على النبي بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اهو هنزل بقى عليه بالمية المغلية. قبل المية المغلية معلش هنضيف بقى كيس صلصة كده. هنحط كيس صلصة ده عشان خاطر تديله لون وردي كده حلو. ونحط بقى المية المغلية بتاعتنا، العقد بتاعه عقد عادي خالص كأنك بتطبخ رز بالظبط. هنقلب بقى كل الكلام ده في بعضه. واول بقى ما يتشرب هنقله بقى على الصاجة وهدي عليه النار خالص اهو. ههدي بقى عليه النار خالص وهسيبه بقى لغاية ما يستوي اهو. صلتي بقى بنا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أو شفتوا بقى، ممكن الأكلة دي يتعمل معاها كبد، كبد وقوانص أو الكبدة البلدي عادي، وتحط بقى جواها كده ويبقى كأنها زي الرز اللي بالخلطة. عايزة أقول لكم هتعجبكم جدا جدا جدا. وكده ده الأكل بتاعي اهوت كده بقى مفرفر وحلو قوي. ومعاه سلطة بقى، ومعاه اللهم صل على النبي تحطي بقى جنبه فراخ مشوية، تحطي جنبه كفتة، تحطي جنبه بطاطس، كبد وقوانص. بيتقدم مع حاجات كتير جدا جدا. ودي كلها افكار هتوفر معاكي وهترمي معاك كمية كبيرة. يا ريت لو الفيديو عجبكم تحطوا لي لايك للفيديو وتعليق.